لما الكفار في قريش كانوا مانعين عن المسلمين الطعام وعاملين معاهم مقاطعة عشان المسلمين كانوا عمالين ينشروا في الدعوة أكتر وأكتر وأكتر، المسلمين كل يوم كان حالهم بيسوء، دخلهم الاقتصادي كان بيقل جدا، لدرجة وصلوا انهم كانوا بياكلوا الشجر، لدرجة العيال الصغيرة ما كانتش بتستحمل الجوع، والرسول ما كانش عارف يعمل ايه، خلاص الناس جوعانة جعانة وعطشانين ومفيش اكل كان بيروح لهم، كانوا الكفار مقاطعينهم. في واحد كافر مشرك بالله ولكنه كان راجل شريف، طلع وجمع اهل مكة وضغط على ابو جهل والرأي العام في مكة انه يفك الحصار ده ويخلي المسلمين ياكلوا عادي ويتباع لهم اكل ويشتروا اكل وكل حاجه تدخل لهم. كمثل دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين، اهلنا في فلسطين جعانين والسودان جعانين وعطشانين ومش لاقيين اكل ولا لاقيين لبس ولا لاقيين مساعدات. فيش راجل حاكم عربي يطلع يقول ويضغط على يجمع الناس ويضغط على الرأي العام في إدخال المساعدات ومساعدة الناس دول. فين إخوة المسلمين؟ فين إخواننا المسلمين في كده؟ فين الإسلام في كده؟ الغرب دلوقتي بقى ما احنا اللي بنصعب عليهم، مش هم اللي بيصعبوا علينا. بقى بيصعب عليهم ازاي الأمة الإسلامية والناس دول اللي كانوا متحدين واحنا كان نفسنا نوقعهم، هم وقعوا واحنا ما بنعملش حاجة. ده هدف الغرب، انهم يشوفوك انت واخواتك متفرقين.